اخواني جزاكم الله الف خير. الجماعة يقولون بذكر شوية تدانون حتى اللي يجي وقت مكانه بعد لي عجل اللهم فرج قائم آل محمد. جزاكم الله الف خير. الله يحشركم مع آل محمد. جزاكم الله خير. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. قريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال عز من قائل في محكم كتابه ومنيف خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العلي العظيم. الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قوة المحنة وقوة تكالب قريش عليه صلى الله عليه وآله. الأنبياء هم بشر، فيهم النبي القوي فيهم النبي القوي فيهم النبي الوسط. كثير من عندهم مستضعفين من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والأقوياء في الأنبياء هم الذين قاتلوا، والذين لم يقاتلوا يعني لم يستطيعوا القتال. فحين لم يستطيعوا القتال صاروا مستضعفين. ومعروفة كلمة المسيح كلكم سامعيها: أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. كثير من الأنبياء كانوا يعملون تقية. كثير من الأنبياء كانوا يجاملون الظلمة. كثير من الأنبياء كانوا ملتفت يحاولون أن لا يصطدموا ويا الطغاة ويا الجبارين، لأن ما عندهم قوة، ما عندهم قدرة، ما عندهم مكنة. ولذلك تشوف الحسن مثل السلم صلوات الله وسلامه عليه، ومثل الحسين الحرب. لكنه شخصية الحسن صلوات الله وسلامه عليه السلمية، وشخصية الحسين الحربية، لكل عصره، لكل وقته، لكل زمانه وطاغيته. أعطى الحسن عهدا لمعاوية وقال له أنه الخليفة من بعدك أنا، وأن لا تتبع قتلة ملتفت صفين أو المجاهدين في صفين والشروط اللي أملاها. والحسن أدرى من نفس معاوية أن معاوية لن يفي بالعهد، يمضي هذا العهد يقول بلي، لكن ماكو تنفيذ. ولذلك قال: أعطيت الحسن بن علي عهدا شروط ملتفت وها أنا ذا أضعها تحت قدمي هاتين. هذا خال المؤمنين سموه.
وهذا ملتفت السور عن الصحابة، يعني لا يسبون معاوية، اذكر يزيد ولا تزد، يعني تريد تحكي على يزيد حقك ولا تزد في ذلك. والفقهاء من السنة والكبار من السنة شو يقولون؟ يقولون أن معاوية سد عن الصحابة. بئس السد هذا. شلون سد هذا؟ الصحابة ملتفت في حصن وهذا السد عنهم، فليسب معاوية يعني يوصل بعد، لأن مواي دبدبة يوم النمل، وأثر يتبع أثر، أثر يتبع أثر، أثر يتبع أثر، إلى أن توصل للقمم العالية. الطوفان يوصل لذولاك. فهم أذكياء حينما قالوا شايف أن معاوية سد للصحابة وسور للصحابة وخال المؤمنين. هاي ترقيعات خال المؤمنين، هم يضحكون على أنفسهم. فعلى كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حسب ظروفهم، كما الحسن حسب ظرفه شايف، والحسين حسب ظرفه. وإذا غيرت الحسن خليته مكان الحسين، وخليت الحسين مكان الحسن، كذلك الحسين يصبح ملتفت مسالم شايف، ويصبح الحسن محارب، لأن ذول نخبة الله سبحانه وتعالى. فالباري جل وعلا يطمئن نبيه ويهدئ نبيه ويخلي نبيه ملتفت ليكون يصاب بشيء من الانفعالات مع ملتفت الأمة مالته، يكون يداويهم. طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، محضر لكل علة دواءها. الباري يقول للنبي، يقول له ونريد أن نمن. نريد فعل مضارع في المستقبل، يعني نريد بالمستقبل، لكن نريد أن نمن على الذين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يقتضي يقول الباري جل وعلا إنما أراد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. آخر مو السلطان كلامه يختلف عن كلام باقي الناس الرعية أصولا يجي. السلطان كلامه يصير كلامه مهيب، وكلامه يصير ملتفت كلام عالي شايف. إذا يقول الباري جل وعلا أريد أن أفضل فلانا على فلان أو أشرف فلانا على فلان، ما يصير كلام خالق جبار، يصير كلام كسائر الكلام. ذاكرين الملوك افرض من يقولون ملتفت يصدرون أمر وأصدرنا أوامرنا بالقرار التالي، هو هذا مال الجماعة، لكن يقولها للتعظيم. هو واحد ملك فيصل الثاني افرض يعبر بالنال تعظيمية، مو النال جماعية، هي نون ملتفت واحدة، هينا وهينا، لكن هذه جماعية وهذه ملتفت تعظيمية. ملك ما يقدر يقول أريد أن أفعل كذا، نريد أن نفعل كذا، فعلنا كذا، سنفعل كذا. الباري كذلك رب الملوك ورب الجبابرة ورب السلاطين شايف، بلكة الجبابرة يسحقهم، لكن هو الجبار الأوحد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نريد هنا قابلة للحدوث والتجديد، هذه يسموها. هذه دائما الله سبحانه وتعالى يحدث الفضل واللطف ويجدده على الخواص من عباده. يتفضل الباري جل وعلا على أنبياء، على المرسلين. الفضل هذا متجدد، حادث ومتجدد، دائما ملتف في تجديد. ولذلك مناقب النبي وجلالة النبي وقدر النبي ما إلى حدود، لأن الله في كل ثانية يشرف نبيه ويعلي كعب نبيه ويعلي شأنه. وحتى في الجنة المؤمن إذا طبل الجنة مو طبل الجنة قاعد يأكل دندرمة ويدور ملتفت بقلاوة وخلاص،
وإنما تجي نعمة الله على المؤمنين في الجنة دائما، يعني بين فترة وفترة الله يرفع أقدار المؤمنين، منازل المؤمنين. حتى بالجنة زحف أكو، يعني ألطاف الله ما تنقطع بالجنة، مو تعال طب للجنة وهذا وأكل ويشرب. الباري جل وعلا يرى عبده وهذا تعب في الحياة الدنيا، فلذلك يستحق نعمة فيعطي نعم متعددة. وحتى ذول العصاة اللي يرحون إلى النار ثم بعدين أساسا مؤمنين، أساسا طاهرين، أساسا كذا، لكن نتيجة أعمال، نتيجة كذا من الاشتباهات الله يمن عليهم بالجنة. بعضهم يدخلون الجنة فيقف أهل الجنة ويقولون هؤلاء أهل النار، ذول أهل النار، ذول أهل النار. كيف تعرف وجبة ورا وجبة الجنة، وجبات تجي. بالاثناء اجوا ناس ملتفت جايين غسلوهم بالكوثر بالنهر ملتفت يطببوهم للجنة، لكن جايين تعبانين، لا فيتامين اس سي، لا فيتامين بي، لا كذا، كله نار وكله تعذيب. فاجوا يدلهم مدة لما ذول يتفحون ويخضرون ويصيرون لطيفين ويصيرون حلوين ويصيرون كذا. ففرد فترة من الفترات تمر عليهم أهل الجنة ذول أهل النار، ذول أهل النار، ذول أهل النار. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقوم يمنح عباده بين الفترة والفترة حسب مشيئته جل وعلا، يقوم يصعد العباد، يعني يعطيهم درجات. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. عمار بن ياسر رائحة، وأمثال عبد الله عمار بن ياسر، عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، نظراء عبد الله بن مسعود. أبو ذر الغفاري ما كان مستضعف مثل عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود استضعاف تمام، عبد كان ملتفت ورقهم كان، ويؤذي أبو جهل لعنه الله، ويؤذي إلى أن ملتفت خلالك إذانا ملتفت مشرمة من الخيوط اللي يشدوها بذاني ويقودوا بها. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. وهاي الآية هم اليوم تجي إلى هذه الطائفة المؤمنة، الطائفة المجاهدة، الطائفة المبتلات. لكن ابتلاء الطائفة ترى من أنفسها من أنفسها. أنا قلت السالفة أخ من الأخوة التيجاني جاي ملتفت إلى لندن يخطب أول 10، وواحد خلافه ملتفت يصعد يقرأ تعزية، مجلس من المجالس. بأثناء القراءة قال أنا اجيت صرت شيعي، دخلت بالتشيع، لكن ما أدري، ما كنت أدري، يعني مو نادم، هذا شيء مذهبي على كتر، لكن يقول ما كنت أدري الطائفة إلى هالدرجة، إلى هالدرجة ما كنت أعرف. مع الأسف شيء تاكل شيء تنحر شيء تعادي شيء كذا شيء كذا، يأخذون أكثر من أقدارهم، يزمطون، يبرمون، يتهجمون بعضهم على بعض. هواية يعني متأذي، هواية متأذي التيجاني، هواية. هو ما يدري، ترى هو بالحاشية يو باريس يو كذا، الشيعة هناك شوية أقل لابسين دبلوماسية، لابسين شوية يحكي باليعني، خليه يجي لهنا ويشوف وخليه يجي القعدات الخصوصية ويشوف شكو بالدنيا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. احنا استضعافنا مضاعف من عندنا، سبب احنا، سبب بليتنا، سبب محنتنا، سبب نفسيتنا، سببنا ملتفت أن عيوننا ضيقة، ما نقدر نشوف واحد راجح، وما نقدر. ولذلك الآن أنت ما دامك ضعيف، ما دامك كذا، الأخوة دار مدارك محبة وكذا وما أعرف إيش وش اسمه، بس شوية تصير فرد شيء تشتغل المعاول عليك من كل جانب ومكان. وهذا مو اليوم، هذا من زمن بعيد.
الشهيد الأول اسأل التاريخ ليش انقتل، الشهيد الثاني ليش انقتل. هي الطائفة تفتن بعضها على بعض، هي تخبر بعضها على بعض، هي ما تقدر تشوف بعضها بعض. وضعية هذه فرد بلاء هذا، على شكل حزب، على شكل جماعة، على شكل كتلة، على شكل عائلة، على شكل كذا، عين تكره الأرجح من عدة. هذا بعد بلاء، هذا مرض قديم فينا مو حديث، يعني مو جديد. وهذا أنا أقول لك ما له علاج. حتى اللي يقول بهالنصائح هو هم مريض مثلهم، شي مرضى نحن مثل دار المجانين. وإلا صدام ما صار علينا شيخ، صار علينا شيخ بعضنا بعض. احنا الدرنفيس شارسو يسموه العجم شارسو مربع، يعني احنا الدرنفيسات مربعة، دوسو ماكو، شارسو شنقال. شايف ما نفك عنك إلا ندمرك، وما نجوز عن حالك إلا نشوفك ميت. رحمه الله، رحمة الله عليه. حضرت جنازة في مكان من الأمكنة بالخليج، شايف ب10 محرم من عشرات محرم، 10 محرم يوم 7 محرم، أخي صار تشييع لذاك الفقيد رحمه الله رضوان الله عليه. فالسيد جليل كذا توفى، مواكب طلعت، علامات طلعت، رايات سود طلعت، المجالس تعطلت، التعازي تعطلت. ذاك النهار يوم 7 محرم ما قرينا تعزية إلا الظهر، شايف كل المجالس معطلة. وأنا هم ملتفت أمشي ويل مشيعين ويل كذا. طبعا الأعمامة شوي خلوها قدام أكثر ولا أقل. تالي لما اجيت سولفوا لي هذاك اللي كان يبكي شلع قلب هذا الميت، هذاك اللي كان يلطم، كان ملتفت كذا يتجسس عليه، هذاك كذا، هذاك كذا، هذاك كذا. من ما قاموا يدقون على صدورهم، الله يلعن ديك الصدور، والله يلعن ديك الايدي. لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني ذاتي. انت تريد تغفر، من تبي تغفر ذيك تأيدها كلها الفتن من الاول التالي، والاذى والجروح. ذيك الجروح اللي طلع السيد او طلع غيره، ونطلع احنا بعضنا من البعض مجرحين، واحد من الثاني، لكن يحضر بالفاتحة ويحضر بالتعزية، الله يرحمه رحمة الله عليه كذا كذا. اذن شنو باكر موقف اكو؟ وقفوهم انهم مسؤولون. تعال ناموس هذا كنت هيئ تهم اللي تهمته، ملتفت الثياب اللي لبسته، عليمن ليش، شنو الداعي، شنو الغرض، ليش هاي القوى وهاي الأنسلة الباشطة، ليش ما تتوجه إلى صدام، ليش يكون ملتفت صدام فرغ البلد من عندنا واحنا اجينا هنا بغير مكان، وبالسويد وغير السويد، بلندن وبأمريكا، وين ما لو يصيرون بطن الطنطل. إذا 2 شيعة قاعدة ببطن طنطل لسه قاعد طاير بيهم، يقوموا يتناقرون بيناتهم مثل الدجاج. بلا يا فرد بلا. انت شايف واحد جاي الى قوم يريد يعرس ابنه، خوش ما يريد يعرس ابنه هناك، يريد يشوف له مرة منها مؤمنة ويزوجه وياخذها وياه وياخذ ابنه وياه، حتى ابنه هناك لا يفسد. هناك قاعدين ملتفت، راحوا انطوا خبر للدولة المسيحية، ترى هذا راح الإيراني يزوج ابنه ويتعطل فرشان 3، انتو ما يصير تطو معاش. يا ملعون الوالدين، ولك تخاف على الصليب، تخاف على ملتفت السويد تتأذى اقتصادها الدهوار. ولك ليش هالضعف هذا، ليش هالذل هذا، ليش هالحقارة هذه؟ كائنا من كان، أنا وغيري، لعنة الله على هيك نفس، لعنة الله على هيك محضر. شو تخاف هذا الرجال يستفيد من شو اسمه، والقاصة مالت الصليبية تضعف، الجوع المسيحية. انتوا العبيد الله بن زياد افتنتوا، عد صدام افتنتوا، عد الحجاج افتنتوا، كشفتوا ثياب الناس عن سوءاتها الى ان ظهرت الطائفة بالعراق ضعيفة هزيلة، شايف هزيلة ضعيفة. انت شايف جماعة يقعدون تحت قيادة معينة، يقعدون من تبت كذا حق الأكلة، وطلعوا سبوا القائد وسبوا رئيسهم وسبوا فلان اللي يمثلهم وسبوا الكذا وسبوا وقذف.
والسبي يجي لي يمر علي، انت موسى شنت قاعد بفلان مكان، موسى انت تحت الراية تخفق على راسك، موسى انت كل ما يقول فلان كل ما يقول فلان بل تطلع برا. ليش السبة؟ ليش؟ عليمة هذا مرضنا، هذا فرد، هذا ما له شارع ما تبين. وهاي المصائب اللي ملتفت شو اسمها اصلا خلتنا صفيقين حشا المحترمين، حشا الاجلاء، حشا الاتقياء، حشا الابرار، حشا الاطهار، هاي كلها تمريغ متون ملتفت. فالاستضعاف مرة يجي من دولة جبارة غاشمة أنت لا حيلة لك فيها ولا قدرة لك عليها، وأنت مولود في مجتمع من مجتمع ضعيف. شايف شو تسوي يعني؟ شو يطح بيدك؟ واحد من أهل العلم من سلالة مجتهدة، مجتهد كبير رحمه الله، الله يرحمه، توفى بزمن آية الله الإمام السيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله عليه سنة 47. اي انقلب العراق في وقت يعني بغداد وغير بغداد. أنا قلت له السفر أخ، قلت له كان السيد سيد أبو الحسن رضوان الله عليه من يقعد أنا سايم سير عليه لي فوق، أنا ويا واحد من تفري كذا وحبيت ايدك. قلت له عينا تقول جعفر الصادق قاعد، يعني صورة جعفر الصادق، حتى اجى مهد الجواهري واجى ذاك ملتفت شو اسمه الكردي الشاعر الزهاوي، شايف اجوا ذاك الوقت سيروا على المرحوم آية الله سيد أبو الحسن. ذاك الزهاوي سني كردي من أكراد إيران لكنه شخصية عراقية شاعرة، والجواهري وياه، فاجوا صعدوا يم السيد. هذا دليل. أولا أنا كلمتي ما أضيعها، أنا أقول لك جعفر كان السيد سيد أبو الحسن اللي عاينه يقعد قباله يقول هذا جعفر الصادق، بس هذا زهاوي وكردي ما له علاقة بينا، شايف، وشاعر الملك فيصل وإلى آخره. عش هكذا في علو أيها العلم فإننا بك بعد الله نعتصم. طب قعد شوية ويا السيد ملتفت هو ومهد الجواهري، طلعوا مهد الجواهري ملتفت يقول من طلع الزهاوي قال أشهد بالله أن علماء الشيعة كأنبياء، أشهد بالله أن هيئة الشيعة علماءها قيادة شكل أنبياء ملتفت شكل مرسلين. بس هذاك الزهاوي صاحب فرد منظر عجيب غريب، فرد وجه نوراني أبيض كذا. هذا ابن المجتهد أبوه توفى راح لإيران، ظل هناك بإيران مدة ثم اجى للنجف، اجى راح للسيد رضوان الله عليه، قعد قدام السيد حب ايده وكذا، يقول ابدا شوفي فرد فرصة شوية المجلس فرغ صرت اطلع، تعرف هذا ابن مجتهد صار بطهران وراح ملتفت في سلك خاص يعني ويا سلك الدولة كذا هيك صار، كذا ابن مجتهد يعرف اللدغات يدري بيها. يقول لما شوية فرغ السيد قلت له سيدنا بالفارسي، قال له سيدنا عندي فرد حاجة وياك، إذا اجتك فرد حشاية عني حقق، بس كل شيء ما أطلب من عندك اتحقق ثم ايش تريد تسوي. يقول التفت لي قال لي ترى أنا بالسنة مرة إذا سمعت حشاية صدق كل الزين. شوية ما يريد قراءة، خلي الواحد يصفن شوي. ترى أنا بالسنة مرة إذا سمعت حكاية وبحثت عنها وشفتها حقيقية كل الزين. يعني الدنيا قائمة بالبلوفات، قائمة ملتفت بالبروانات. تشتري احنا وين احنا؟ وين احنا؟ احنا في مأساوية، في مأساة كبيرة كلش كبيرة. ترى احنا نموت، كل احنا نموت، ما يبقى واحد معدنا، بس نغمض عيوننا وتطلع انفاسنا نشوف الشيء غير شيء، كل شيء جديد نشوف. هاي صلاتنا
ملتفت عادية، هاي الكذا كله تكشف سوءاتنا. احنا وين العرب؟ وين ملتفت كذا؟ وين شو مسوين احنا؟ كل شيء جديد. صلاة انا مصلي، روح ولا حرارة الى كل صلاتك يقولوا لي. صايم انا، لا هي الصوم لك، انت عندك صوم، عندك كذا، عندك كذا. هدمتوا بعضكم بعض، تلفتوا بعضكم بعض، كسفتوا بعضكم بعض، عريتوا بعضكم بعض، القحتوا الفتن بالقلوب بعضكم بعض. كل واحد من عندنا حامل، كل واحد من عندنا مقرب ملتفت بالآلام في نفسه، في داخل نفسه. السلام كذب، والقعدة كذب، والفاتحة كذب، والتعزية كذب، وتسيرة بعضنا على بعض كذب، والرصاص يملتفت من بعد أن تطلع يطخك الرصاص وتطخك الصواريخ. احنا نطلع من الدنيا لا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا أرمن ولا سيك ولا بونيان ولا ما أعرف إيش ما أدري شنو وجهتنا شنو. شوف هذا صحيح بينك وبين نفسك؟ شوفها صحيح؟ شفت لك فرس صديق قال لك أخي وعزيزي وأنا أحبك وكذا، ملتفت هو صادق في قوله؟ مواعيدنا صادقة، حكينا صادق. عندنا فرد قواعد ملتفت، قواعد عالية نقف عندها، نضحي من أجلها. عندنا فرد مثل نكافح من أجله أبدا. سعد الشعب ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. احنا منا ضعفاء، منا هاي البلاء اللي عندنا، المرض اللي عندنا أزادنا ضعف. زين، انجو سعد فقد أخذ قبض سعيد. شايف؟ اروح اخبر عليك قبل ما انت تخبر علي، اروح افتن عليك قبل ما انت تفتن علي، اهرج عليك قبل ما تهرج علي. ولذلك اذا حلينا في مكان يصيح الغوث من عندنا، الارض الضج من عندنا. الان ترى اوروبا ضاجه من عندنا، وانت مهله شويه، انت شويه مهله، اصبر شوي، شوف ايش راح يصير بالعالم. اسال الله ان يهدينا كل احنا، خصوصا ذولاك اللي بالثغور، أسأل الله يهدينا ويهديهم. شوف إذا باقي المسيحي ينعلون والديه بالقانون، لكن من يبوق المسلم اللي جاي لاجئ هناك ويطلع للدولة الثانية المجاورة طلب حق اللجوء، للدولة الثالثة طلب حق اللجوء، وقام ياخذ معاش من 3 دول. شايف هذا؟ ترى مو صاير عندهم، حتى عد عواهرهم مو صاير. شوف فواجرهم عواهرهم ذنهم يلاحظون معي، لأن القانون صار من هنا، وإحنا لاجئين، وإحنا جاي على سفرة، جايين على سفرتهم. ليش نكشف سوءاتنا بعضنا على البعض الآخر؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم